الله يعطيك الصحة ودي يا محمد، الله يعطيك الصحة وخلاص. والله العظيم إلا ونعم الأب ونعم الأب. فرحتيني أنا بعدا فرحتيني. حيت جبتي البنيتات باش يلعبوا، والحمد لله انه كنشوفوا واحد التصرف ولا واحد التعامل اللي كاين بينك وبين بناتك. يعني ما كيتصرفوا غير الرجال، ما كيتصرفوا غير الرجال بمعنى الكلمه. والله يخليك لهم، الله يحفظهم لك، والله يكبرهم على طاعه الله يا ربي. وان شاء الله تشوفهم كيف بغيتي. والانسان ملي كيولد وكيربي احسن تربيه واحسن اخلاق وحسن الخلق، راه هذاك هو الاجر عند الله سبحانه وتعالى. راه هذاك هو احسن حاجه انك تقدر ديرها مع وليداتك، هي انك تربيهم على الاخلاق وعلى التربيه وعلى الاحترام وعلى الحشمه والعرض. ما شاء الله تبارك الرحمن. عجبني تصرف ديالك انك خرجتي وليداتك، غديتيهم ساريتيهم ودرتي لهم الخاطر وجبتي لهم الهدايا ودرتي فيديو على الهدايا. تبارك الله ما شاء الله. الفيديو كان متنوع، كان طوب. راضيه كذلك وخا ما مشاتش، قامت بالواجب ديالها كزوجه انها وجدات ما شاء الله تبارك الرحمن طرحه ديال المسمن بين السفر كتوجد ليه. راضيه بوينه، الله يعطيك الصحه وخلاص. بوحدك عجنتي وقرصتي وقديتي ولقاوك ما شاء الله باغا طيبي في المسمن. الله يعطيك الصحه والله يدومها نعمه يا ربي. وما شاء الله عليك. راه دائما كنقول لك لو كان لنظافه عنوان فسوف اسميها راضيه. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. وقليل قليل قليل فاش كتلقى المراه كتقدر انها توافق بين الخدمه ديال اليوتيوب والوليدات والقضيه الدار وكتشعل ما شاء الله هي بنفسها. المظهر ديالها اللي كتبان به دائما نقي دائما متول. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. الله يحفظك ويحجبك من العين يا ربي. وراكي فاقصه العدو اقسم بالله الا وصل لهم العظم ما قادرينش يتكلموا، ما عارفينش واش يسرتك ولا يردوك. المهم واقفه في الحلقه هنا، واقفه هنا، هنا بالاخص ملي كتباني كي اميره، ملي كتباني بحال العروسه، ملي كتباني في واحد المنظر واحد المظهر اللي جميل جدا، اللي ما شاء الله لا من لباسك لا من يديك لا من رجلك لا من البشره ديالك. يعني كتباني ما شاء الله تبارك الرحمن متهليه في راسكم، متهليه في وليداتكم، متهليه في الزوج ديالك. الله يحجبكم ويحفظكم يا رب العالمين. بيكالات زوينين، ورغم انه البيكالال ديال اسراء كانت كبيره عليها، ولكن اللهم تجيبوها كبيره ولا تجيبوها صغيره. انا هذا هو التفكير ديالي في اي حاجه في الدار ولا في الوليدات. كنقول اللهم ناخذها كبيره ولا ناخذها صغيره، حيت الا خديتها صغيره يعني غتلعب فيها في ذاك الوقيته فقط، يعني ما غاديش تكبر فيها كما كنقولوا. البيكالات كانوا زوينين. ان شاء الله يا ربي دابا يكبروا. الدنيا دغيا كطير، تسد عينيك وفتحهم وتلقاهم تبارك الله كبارات وعزبات. الله يحجبهم لك ويحفظهم يا رب العالمين. خواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم داخل الوطن وخارج ارض الوطن. كنشكر خوتنا الجزائريين اللي معنا وكل التضامن معاكم. عزاءنا واحد والله يصبر. الله يصبركم، حيت اكيد كما تجرحنا عليهم غتجرحوا حتى نتوما. راه الفاجعه وقعت في بلادكم، وكنعزي دوله الجزائر على هذه الفاجعه اللي وقعت لهم للمره الثانيه. والله يرحمهم يا ربي. طيور من طيور الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. وغادي نكمل الموضوع ولا غندخل في الموضوع. اول حاجه، واش عمركم شفتوا شي واحد كيسقي الغرسه ولا الفلاحه بالنهار كيسقيها والشمس فوق منه؟ غير قولوا لي واش عمركم شفتوا شي واحد كيسقي الاشجار في عز النهار؟ هذه اول مره كنشوفها. حنا تربينا مع والدينا، واخا يكون عندك غير محبق
امتى كتسقيه؟ معروف على السقا في الصباح باكرا ولا يقرب المغرب. المهم تغرب الشمس، غتغرب الشمس، غادا كتغرب خاصني انا نسقي. اما الشجر ولا الغرسه الا سقيتها بالنهار والحاره والشمس كتهرس الحجر، راه داك الماء ماشي كينفعها وانما كيضرها. كتشوط الغرسه ولا الشجر كيتحرقوا بداك الماء اللي كتسقيهم بالشمس. ما عمرني انا شفت شي واحد كيسقي الغرسه ديالو بالنهار دقيقت يا خوتي الاساس. ولكن الوعره راسي صغرتو يا البنات علي وانا ناض مشى كيسقي. يوتيك على عليا شحال حميمار، ويتيك عليا الزروقي اش من زروقي الله يهديك. زنقيه ولا ما عرفت سميتها. المهم السيد الحنيكات مزنقين يا خاوتي العزاز. السيد ما موالفش بالشغل، السيد يلا ضرب شويه كوك وتزنق، ولا السيد كيترعد الله يحنيني الله شدك تخرج. حزموني ورزموني ولا تعاونوا عليا، نهار خرج نهار دارها. مسكين يا عليوه. شوف راه اللي عنده واللي فلاح واللي راجل، راه اللي فلاح وراجل راه ما كتقضي عليه الشمس والو، بالعكس وكيسمار وكيتبرونزا ماشي كيحمر وكيتزنق. انا كنعرف الرجال ملي كيخرجوا للشمس كيتبرونزاو كيكحالوا ماشي كيتزنقوا لهم الحنيكات. عيب علاش؟ حيت السيد اول مره كتضربوا الشمس. راه خاصكم غير تركزوا تخدموا عقلكم غيبان لكم كلشي واضح وكلشي باين. راه السيد ما كيخرج. واليوم اللي خرج سقى الغرسه بالنهار والحراره من السماء. هانتوما كتشوف السيد شو وقع ليه. هانتوما مشى السيد يمشي فيها، قال لك واقف في الشمس وجاب الماء بارد وكبوا على راسو الماء بارد والحراره. راه بحال اللي كطفي الجمره في الماء. ولكن اللي ما فاهم حتى حاجه راه ما فاهم حتى حاجه. ولكن الوعره هي ديال تهامجيد. سبحان الله العظيم. اللي فيه شي صنعه عمرك غتغيرها له، عمرك غتبدلها له، واخا تنطبق السما مع الارض، واخا توصل فين ما وصلتي غتبقى مبلوزي جبلي مبلد كياكل بالمعلقه في الطبق اللي باقي الضياف غياكلوا منه. كياكل ويرجع من المعلقه باقي فيهم الريوق، كيحيد المعلقه من فمه بالريوقها وكيردها للطبسيل ولا كيردها للطنجره، كيغرف وكياكل وكيرجع كياكل. يعني انا ما عمرني شفت شي واحد في هاد القاعده حتى شفت عليها كيتخاطفوا على الماكله. بنتو ماشي غير انت اللي تشهيتي التومه، حتى انا تشهيتها، كيدابزوا على الماكله. انا ما عمرني شفت شي واحد كيتخاطف على الماكله مع ولادو. حتى شفت المنهوط بكل صراحه، هذه هي الحقيقه. ودواحه وما تسنيش حتى تعرضي على الناس، ولا ما تسنيش حيت انت ما كتعرضيش، ما تسنيش حتى يجيو عندك الناس على الطيبين وطيبي الهمج ديالك وشبعي الغيلوف ديالك. عاد انا غادي نطيب الناس. انا لما شبعتش الغيلوف وشبعت ولادي الله يقطع لي اليدين. اش غندير انا بهاد الطياب؟ يعني ماشي غير تشعل الكاميرا عادي يبان لي نطيب الكبسه، راضيه طيبه الرز بالدجاج خصني حتى انا نطيبها. ولكن الوعره هي الدجاج باقي بعنقه. انا بعدا كيعيفني العنق ديال الدجاج اخوتي العزاز ملي كيكون هكاك واقف طويل، والله الا كيعيفني في الماكله ما عرفتش. ثانيا دوحه الكبسه ملي كنجيو نشحروا العطريه ودجاج على الاقل كنكبوا معاهم كاس الماء. علاش؟ حيت العطريه توابل غيتحرقوا
وديك المروره ديال التوابل غادي تدخل في الدجاج، وغادي يبقى لداك المرق حار، فيه الحروقيه. وملي غنكب الروز كامل غيشرب داك المياه، وداك الشيء غيجي حار، غيجي ما فيه ما يتكى. زائد انه ديري سودانيه وحدك وليدات صغار، شنو غياكلوا دوك الوليدات باش غيتغداو؟ ولا باينه غير من حطيتو الطبله الدري سبق المناضه شربها، حيت اكيد ديك الهريسه ولا ديك السودانيه غتطلق وغادي تطرطق في الماكله. والدراري اشنو غياكلوا؟ فين هو الغدا ديالهم؟ فين هو الغدا ديال دوك الاطفال؟ ما كاينينش. بحال الفطور فاقوا بقاو غير كيغوتوا وك 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 وك, وك. ما لقاو ما ياكلوا. واحد حفيان، واحد داير عالي خالف تعرف، داير خالف تعرف، صبر ديالي في الرجل، صنداله في الرجل. لا اله الا الله. الدراري مكرفسين بمعنى الكلمه، دائما كنقولوها ولحد الساعه باقي كنقولوها. اما الدري الاخر مسكين فايق باغيك تهزو، انا نسمع في الشغل. علاش؟ غادي تمشي عنده 5 دقائق 10 دقائق، حيت الطفل ملي يلاه كيفيق كيحتاج الحضن ديال الام ديالو، كيحتاج الحضن باش يحس بالامان، عاد يفيق يستوعب انه الدماغ ديالو باش يخدم الدماغ ديالو باش يقدر انه يتوازن مع المحيط اللي كاين فيه، ويقدر انه ينوض يتحرك. غتمشي تهزيه وتحضنيه واحد 5 دقائق 10 دقائق ما فيها باس، ما غتدي من وقتي حتى حاجه. انا نوقف الكاميرا نسبق ولادي هما الاولين، ما غاديش انا نخليه كيموت كيزقل ربي اللي خلقه. غنقول للمتابعين سمحوا لي راه بغى نهزو، ولكن انا كنصور. لا سبقي ولدك عاد تجي تصوري الملهوطه المجوعه، راه ماشي يلاه باديه في اليوتيوب. لا راك شرفتي، راه درتي علاش ترجعي، انتي درتي علاش ترجعي، يعني غتمشي تسبقي ولدك عاد تجي تكملي التصوير. ولكن اللي فيه شي حاجه فيه ما عندكم ما تبدلوا. هذه هي الحقيقه وهذا الواقع اللي عايشين نتوما فيه. واخا تعياو تمثلوا، واخا تعياو ديروا بروتوكول، داكشي اللي عايشين فيه راه كتطبقوه بالحرف. ما عندكم ما تغطيو وما عندكم ما تبدلوا نهائيا. غير كيحماقوا معكم، لا قطعوا لا فعلوا لا تركوا. لا حيت الانسان ملي كيعيش حياته هكاك راه ما عنده ما يحط لكم، ما عنده ما يقطع. الا جاي يقطع المونتاج اش غيحط؟ يجي يحط 2 دقائق؟ راه لا يعقل. بحال اليومانيت ما عمرني شفت شي واحد كيدوش قدام الكاميرا زعما راه داير فايده. السيد زعما راه حرت الارض ومشى جاب الحصد وجاب الزرع وجاب الفلاحه من الغابه وجا وسخف. السيد راه خرج غير حتى الدار 2 متر على 2 متر. احبه الله ما كايناش شي بقعه اللي نقولوا بان نضرب فيها تماره. نقاش على 2 بصيلات 2 فلفلات وسخف. هذا هو الراجل اللي غيمشي يقيل نهار كامل في الخلا ويحصد ويحيد العدس ويحيد الزرع ويجي للدار. تبارك الله على عائلة أكعاب، الشابو ليهم الرجال بمعنى الكلمة ما شاء الله. ما كتدي فيهم الشمس، ما كيدي فيهم البرد، الله يحفظهم ويحجبهم. شفناهم بعين الرحمة. الراجل ملي كيخرجوا للشمس ما كتدي منهم، حيت رجال ورجال ما شاء الله. الحمص فوقتو كاين عندهم، العدس فوقتو كاين عندهم، الزرع فوقتو كاين عندهم، ما شاء الله. عايشين من خيرهم، عايشين من خير أرضهم. محمد كذلك ملي كان زرع ديك الارض راكم شفتوه كيفيق بكري كيمشي يقيل في الشمس. المهم الناس عايشين موالفين بالشمس. عليوه راه غير حدا الدار، ومحمد راه مشى للغابه، عليوه راه غير حدا الدار، راه غير خرج من الدار وجا حدا الدار ونقش على 2 فلفلات. راه سخف وجا كيدوش قدام الكاميرا. نقش على 2 فلفلات وجا كيدوش لينا قدام الكاميرا. يلا شنو بقى باقي ما وراهش لكم؟ هذا اللي بغيت نفهم انايا. قال لك انا فلاح وحنا عندنا محتوى بدوي. ايوا الا كان هذا هو المحتوى بدوي اش غنقولوا للناس اللي خدامين على المحتوى؟ اش غنقولوا عليهم؟ المهم ما كاين ما يدار دوحه. شوفي ملي تبغي ديري شي حاجه ديريها على حقها وطريقها، ما تبقايش غير تربجي. القرفه عواد لها دور كبير في الكبسه. اما القرفه راه كاين فرق بين القرفه ديال العواد والقرفه غبره، كاين فرق كبير. ما تبقايش غتخلطي وتجلطي.
سمعتي؟ المهم خوتي خواتاتي، شوفوا راه تبارك الله هادي ديال المسمن محتفظه عليها، كديرها في الميكه، ملي كتسالي منها كتمسحها وكتغلفها في الميكه ديالها وكترجعها، يعني ملي كتحتاجها كتلقاها نقيه واجده ذواحه، تحداها توريها لكم. رحم الله فين ولدت فيها شي مشه، رحم الله فين داروا فيها بيبيه وزيد راكم عارفين. قولوا لي توريها لكم، ما كايناش، غائبه. المهم راتي الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. ومحمد تبارك الله عليك، هذا كله من فضل ربي سبحانه وتعالى. كل شيء عند الله قريب، كل شيء عند الله قريب، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله ان هذا الدار عتبات الخير عليكم، والحمد لله انه غاديين درجه بدرجه، وكل شيء مخلوف عند الله سبحانه وتعالى. الله يسر لكم ولينا والجميع يا ربي، والله يسهل عليكم وعلينا، والله يحفظكم من شر الخلق. والتحيات لكم جميعا، احبكم في الله.